والأسئلة على أسئلتنا النهاردة الأستاذة الدكتورة عبير حمدي محمد، أستاذ القانون الجنائي واستشاري التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معي. أهلا وسهلا حضرتك. الكاريزما دي هدف ورغبة عند كل إنسان، إنه يكون محط أنظار الجميع، إنه محط رضاء الجميع، ويكون مثل ونموذج لكل من حوله. الكلام سهل، لكن كيفية التنفيذ يتهيألي حضرتك اللي هتحددي لنا إذا كان يسير ولا صعب. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيكي. هو أنا بس عايزة يعني أصلح حاجة صغيرة. الشخص الكاريزمي ممكن يأثر بالإيجاب وبالسلب أيضا. بداية بنعرف الشخصية. الشخصية بتتكون ازاي اصلا، يعني اساسا بتتكون ازاي؟ بتتكون من اول ما الطفل البيبي بيتولد، بيبداوا الاشخاص اللي حواليه يأثروا فيه. بيبدأ الاول بابا وماما، وبعدين بيكبر شوية تبدأ بقية العيلة، وبعدين المدرسة، وهكذا. فهو بيبدأ يكتسب شخصيته من كل البرمجه او كل المحيطين بيه، وبعد كده نزوله الشارع، بعد كده التلفزيون، حاجات كتير جدا. فلما نيجي نعرف الشخصيه، في تعريفات طبعا كتير جدا، بس اساسا الشخصيه هي مجموعه نتاج بين الافكار والعادات والتقاليد والمكتسبات اللي بيكتسبها من الخارج. كل ديت بتكون شخصيه الشخص اللي موجود او البني ادم. بتختلف من شخص لشخص حسب النمط بتاعه وحسب نظامه التمثيلي. يعني بنكتشف ان في عندنا شخص مثلا انماط الشخصيه 4، يعني عندنا شخص معبر، وشخص ودود، وشخص محلل، وشخص قيادي. كل واحد من دول صفاته الشخصيه بتبقى مرتبطه ببعض الانظمه التمثيليه. يعني هنكتشف مثلا الشخص القيادي والمعبر، نكتشف ان هو بيتكلم بسرعه، بيتكلم كتير، بيستخدم لغة الجسد، حركات ايديه ونظراته. دايما تلاقيه بيتكلم بالاشكال. يعني شفتي، تعالي نبص، ايه رأيك في الصورة الفلانية، او ايه رأيك في الشكل. دايما مرتبط عنده الكلام بالصورة. لو جينا نقول الشخص المحلل، بنكتشف ان هو شخص سمعي، لان الشخص المحلل بيهتم جدا بالتفاصيل. فلما يهتم بالتفاصيل، فده بمعناه ان هو بيسمع كتير. فتيجي تكتشف ان هو يقول لك ايه، سمعتي، ايه وجهة نظرك، تعالوا نسمع. دايما بيستخدم الكلمات اللي هي بتدل على السمع. الشخص الودود اللي هو الشخص الحسي، اللي دايما تلاقيه صوته واطي وكلماته بسيطه وعنده احاسيس ومشاعر عاليه. ودايما تكتشف ان هو بيتلمسك، يعني طبطب عليكي، ازيك، عامله ايه، زي تيتا وجده كده والناس الكبار. هم دول اشخاص حسيين، تلاقيهم دايما عايزين يطمنوا عليكي، وبيستخدموا دايما الحس. حاسس بايه، ايه شعورك، الالفاظ اللي هي مرتبطه بالمشاعر. فشخصيه كل واحد بتبدا تبان مع تصرفاته ومع تحركاته، فتبدا تبان فيها كل الحاجات دي. طب امتى يبقى شخص كاريزمي؟ احنا نسينا حاجه مهمه جدا، نسينا نقول عشان تبقى شخص كاريزمي روحك بقى. روحك هي اللي بتطفي. ايوه بالظبط، هو بالظبط. كلمه الروح هي اللي بتدي لكل الحاجات اللي انا قلتها ديت الكاريزما. بس جميل. الشخص القيادي والشخص المعبر والشخص الودود والشخص المحلل، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لكل سماته وعناوين شخصيته. إذا الكاريزما ما نقدرش نقول ترتبط بشخصية معينة أو أداءات معينة أو طرق معينة، بل يعني ممكن كل شخص على اختلاف أنماطه أو على اختلاف حتى مصادر تعلمه ومصادر معلوماته يمكن أن يصبح كاريزما في مكان. أريد التأكيد على الكاريزما الإيجابية. في نهاية الحلقة سنتحدث عن الكاريزما السلبية، لأن هو ده اللي عايزة الكل ياخد الانطباع الجيد أو الانطباع الطيب من خلالها. هي الفكرة مش كاريزما سلبية. يعني في بعض الأشخاص بيأثروا بكاريزمتهم بالسلب، وهنقول بعض الأمثلة وإحنا بنتكلم أكيد. عشان تبقى في بعض الصفات اللي بتبقى موجودة عشان يبقى الشخص كاريزمي. من ضمن الصفات ديت طبعا هم صفات كتير جدا، هنقول بعض من الصفات ديت. أول حاجة، الشخص ده اتوجد عشان يظل في الذاكرة.
فبالتالي هتكتشف ان يعني زعماء كتير جدا في حياتنا بتصرفاتهم وبشخصيتهم وبروحهم اتوجدوا عشان يظلوا في الذاكره. طب ده لو احنا بنتكلم عن الزعماء والشخصيات العامه. طيب احنا بقى كشخص عادي، هل انت اتوجدت في عيلتك وفضلت في الذاكره؟ هل انت لما بتيجي تروح تحضر في اجتماع عائلي او في مناسبه عائليه، الناس بتبقى فرحانه وسعيده انك انت موجود معاهم، ولا تبقى متضايقه، ولا ممكن تسيب القعده وتمشي، ولا لما بيتذكروك بأنهي شكل؟ فانت كده اوجدت نفسك فين؟ في الذاكره. الشخص ده الكاريزمي لا ينسى ابدا، دايما الناس فاكراه، سواء ايه بقى، لو بشكل ايجابي لانهم حبوه، لو بشكل سلبي لانهم كرهوه. فهتبص تلاقي ان هم مقصرين في كاريزما ليهم، واحنا عندنا حالات كتير جدا دلوقتي مقصرين، ناس مقصره بالايجاب وناس مقصره بالسلب. عنده قدرات وطاقات هايله جدا، بس بشرط ان هو يحسن استغلالها. لو احسن استغلال طاقاته وقدراته هيبقى شخص مؤثر جدا وكاريزمي في الناس اللي قدامه. زي احنا مثلا في التنميه البشريه، واحنا بنشتغل مع التنميه البشريه بنشوف ان احنا لازم نبقى اشخاص مقنعين ومؤثرين في الاشخاص اللي قدامنا علشان يقدروا ان هم يقتنعوا بينا. الشخص الكاريزمي هو شخص بيسيطر على المكان اللي هو فيه، مش بقوته ولا ان هو بيسيطر عشان قواعد وقوانين، لا، هو بيسيطر بالايثار. هو بيأثر اللي قدامه، فبالتالي بيقدر يأثر فيه. اسمحي لي دكتور عبير، صورة الرئيس الراحل الزعيم الراحل محمد أنور السادات، حضرتك كتبتي عليها وجد ليبقى في الذاكرة. إذا ممكن يكون التأثير الوراثي وتوجيهات المولى عز وجل لهذه الشخصية أكبر بكتير حتى من إرادته الشخصية في إنه يلفت أنظار الآخرين. تمام، ممكن هو في بعض، يعني هي في بعض الأجزاء الموهبة، في جزء من الكاريزما موهبة، والجزء الأكبر مكتسب. لأن هو بيتعلم أي حاجة في الدنيا بيبقى فيها جزء بسيط موهبة، وإحنا اللي بنكتسبها وبندرب نفسنا عليها عشان نقدر إن إحنا نوصل ليها. بس قصه الصور بس مجرد، يعني انا فاهمه ان احنا بنلفت بالظبط. الشخص برضو اكمل من ضمن صفاته، الشخص الكاريزمي اللي هو عندما تقابله بيجذبك على طول. يعني مجرد ان من اول وهله تحس انك انت مرتاح وانك انت قاعد تتكلم معاه، ده لو شخص ايجابي. لو شخص سلبي بيجذبك، بس بيجذبك بالعكس بقى، اللي هو يعني ايه، تبقى انت حاسس انك انت ايه، ده ضايقك، وجوده في المكان منرفزك، يعني حاجات كتير ممكن تاثر فيه، بس هو بيأثر اول ما انت تقع عينك عليه. شخص بيقيدك بس انت سعيد بهذه القيود. يعني الشخص الكاريزمي انت سعيد ان هو مقيدك، لان هو قدر بشخصيته ان هو يطغى على المكان كله، وقدر ان هو ينشر سعاده او ينشر افكار ايجابيه في المكان. اكيد لازم يكون شخص كاريزمي، لان مفيش شخص كاريزمي من غير جمهور. لازم يكون شخص كاريزمي. غير هاله. حاجات كتير بقى كمان، لازم يكون طموح، لازم يكون عنده الحماس، لازم تكون افكاره عميقه. حاجات كتير جدا بتبقى متواجده معانا. عنده القدره على الاقناع. الشخص الايجابي بيبقى انسان طيب بطبيعته، الشخص السلبي الكاريزمي السلبي بيبقى انسان شرير، وحاجات كتير. جميل. ممكن الانسان يفقد كاريزمته؟ ممكن طبعا، ممكن يفقدها لو هو قدر، لو هو حس ان هو دخل له الغرور. لو دخل عنده الغرور هيبدأ يحس ان هو بقى شخص متميز جدا جدا جدا، وبقى فوق الوصف، ويبدأ يتغر على الناس الموجودة. من ضمن كمان صفات الشخص الكاريزمي هو شخص متواضع. فلو فقد تواضعه هيصاب بالغرور، هيفقد كاريزمته. لان الناس بطبيعتها دلوقتي بقت زي الترمومتر، بتحس باللي قدامها وبتشعر بيه تماما، فبقت زي الترمومتر، فبتعرف الكلام ده. جميل. احنا كان المفروض في البدايه نرجع لاصل كلمه كاريزما، ونقول اصل الكلمه جه منين. فدعينا نتحدث عن هذه النقطه، ونرجع مره تانية للشخصيات الكاريزميه، واذا كنا نقدر نقسمها او نحط لها كلاسيفيكيشن كده تسهل على مشاهدينا فهم هذه الشخصيات. طيب، هو اساسا الكلمه اصلها يوناني، والمفهوم منها او الغرض منها التفضيل الالهي.
يعني ان ربنا سبحانه وتعالى فضل الشخص دوت، دي الجزئيه بتاعت الموهبه. سبحان الله اللي احنا لسه قايلين لسه كنا عليها. بنقول فيها. سبحان فهي الله. الاصل بتاعها يوناني. مم. فضلت بقى تتطور والدراسات تتعمل عليها لحد ما قدروا يوصلوا ان هي ما حطولهاش تعريف محدد، مش عارفين ان هم يوصلوا لا بالانجلش ولا باي لغه ان هم يحطوا لها تعريف محدد، ففضلت الشخصيه، فضلت الشخصيه الكاريزما. ترم كده كاريزما. بس هي في اللغه اللي هو اصلها يوناني والتفضيل الالهي. جميل. علشان نبدا ان احنا ننتقل لنقطه تانية في القصه دي، هننتقل اللي هو كل واحد يعرف ازاي بقى هو كاريزمي ولا لا. فبندي بعض بقى الاسئله عشان يقسم نفسه، عشان يحط نفسه في هو في انهي حته بالظبط، ويبدا خلينا نقول الناس اللي بتسمع ترفع ايدها تبدا تكتب الاسئله علشان تقدر تشوف هي موقعها فين في الاسئله الاسئله اللي احنا هنقولها دلوقتي. الشخص الكاريزمي علشان يعرف نفسه هو يعني شخص كاريزمي ولا لا، بساله سؤال مهم جدا، بقول له هل انت تقدر تاثر في اللي قدامك من غير ما تتكلم؟ بهلتك، بطلتك، بابتسامتك، بتعبيرات وشك، بنظرات عينيك. فلو انت قدرت تعمل دوت، فدي اول خطوه من الخطوات انك انت تخليك تبقى شخص أول كاريزمي. اول خطوه الاطلاله. ايوه بالظبط، اللي هو القدره على التعبير بدون الكلام. جميل. طب هل لو انت قعدت في مكان وبدات الناس تتكلم، هل عندك القدره على الاستماع الجيد؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ودنين وبق واحد، اكيد لسبب، او اكيد عشان خاطر في حاجه معينه. الحاجه دي ان احنا نسمع اكتر ما نتكلم. فهل عندك القدره على الاستماع الجيد؟ الناس لما بتروحي تقعدي حضرتك مع مجموعه وتبصي تلاقي ناس بتسمعك ومهتميه بكلامك، تبقي سعيده جدا اكتر مما تقعدي في مكان وتلاقي ايه عمالين يتكلموا ويقاطعوكي ومش قادرين مش فاهمين انت عايزه ايه، مش مركزين معاكي. فابدا اسال نفسك، ولو مش فيك الاستماع الجيد ابدا درب نفسك على انك انت تبقى مستمع جيد. جميل. طيب انت بقيت مستمع، طب لما بتبدا تتكلم بقى بتعرف تاثر في اللي قدامك؟ هل كلامك مؤثر؟ الاداء بالظبط. يبقى شكلك الاول، طلتك وهلتك، ابتسامتك، يعني حتى تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني انا بدعو كل الناس ان نخلي دايما الابتسامه على وشك، لانها يعني ممكن الشخص اللي قدامك ابتسامتك دي هتتنقل له، فلما هتتنقل له ممكن تغير حاجات في حياته. فيبقى اول حاجه زي ما انت قلتي الطله او الهله، تاني حاجه الاستماع الجيد، ثالث حاجه لو بدا يتكلم هل هو هيؤثر ويبقى مؤثر ويقدر يقنع اللي قدامه بالكلام اللي هو بيقوله، ولا مش هيقدر يقنعه، مع اختلاف الناس. عشان كده مهم جدا ان احنا ندرس شخصيات الناس. نعم. لان انا لما ابقى عارفه شخصيه اللي قدامي كويس هقدر اوصله بسهوله، فهقدر اقنعه بسهوله، اقنعه او اكسبه واثر واقدر احصل أقتنص على على اللي اكبر أنا قدر عايزاه. ممكن بالظبط من المرغوب فيه بقى وهو المطلوب. تمام. نعم. عشان كده دايما لما نيجي نشتغل في الموضوع ده اقول لهم ايه في التدريبات بتاعتنا، اقول لهم إيه؟ كل واحد فينا عارف لما يبقى عايز حاجه من بابا امتى يروح لبابا، وما عايز حاجه من ماما امتى يروح لماما. فلو هو فهم شخصيه بابا وفهم شخصيه ماما، فلو احنا قدرنا نفهم شخصيات الناس اللي حوالينا، ودي بالتعلم بنتعلمها عن طريق زي ما قلت لك كده الشخص الخبرة. غير الخبره، الشخص البصري بتلاقيه بيتكلم بايديه، بتلاقيه بيقول بعض الالفاظ، فانا اقدر من الفاظه اقدر اعرف انه شخص بصري ولا شخص سمعي ولا شخص حسي، هل هو شخص قيادي ولا شخص ودود ولا بالتعلم، كله بالتعلم والتدريب. هل عندك القدره انك انت تقنع اللي قدامك؟ تقدر تتكيف مع الناس ولا ما بتعرفش تتكيف مع الناس؟ دي حاجه مهمه جدا. التكيف دي القدره على التكيف مع الاخرين، يعني نقطه منفرده عن جداً. الاداء، ولا هي لا نقطه مختلفه القدره على التكيف مع الاخرين. انا ممكن لان فاقد الشيء لا يعطيه. انا ممكن افضل اتكلم معاكي واقول لك حاجات بس انا مش قادره اتكيف معاكي. انا اقول لك حلو جدا واقنعك واثر فيكي، بس لما تيجي تبصي اني انا مش قادره ان انا اتكيف معاكي. جميل. الاطلاله وبشاشه الوجه، الانصات والاستماع لكل ما حولنا ومن حولنا، الاداء الجيد، الاداء اللماح، الاستماع الجيد، القدره على التكيف مع الاخرين. 4 نقاط اساسيه. هو في برضه حاجه نقطه هناك اخر نقطه حاجات يعني هم حاجات كتير، بس انا بقول دايما المهم جدا منهم القدره على التحكم في انفعالاتك. صعبه قوي بس مش مستحيله. نعم.
هي صعبه بس اي حاجه في الدنيا بالتدريب، اكيد. بتتم بالتدريب. مم. فانا لو بعرف اتحكم في انفعالاتي مم. هقدر ان انا افكر كويس، هقدر اوجد حلول، مم. هقدر اتصرف بايجابيه. جميل. انما الشخص المنفعل اللي ما بيعرفش يتحكم في انفعالاته فقد القدرة على بيخسر كتير التفكير. جدا. فعلا بيفقد القدره على التفكير، ودايما لسانه سابق تفكيره، مم. لان هو ما قدرش ان هو يفكر في الحاجه. وبعد كده لما يقعد مع نفسه شويه ويهدى يقول ايه، انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ مم. ايه اللي وقعني في الغلطه دي؟ ليه اتصرفت بالشكل ده؟ مم. آه الانفعاليين دلوقتي اصبحت او الانفعال اصبحت سمة سائدة. تمام. يعني سرعة الغضب. رد الفعل، سرعة النقد، سرعة تناول الآخرين بردود سريعة على أفعالهم بدون تفكير، هي السمة السائدة. كيفية التحكم فيها هل أيضا بالتدريب؟ طبعا بالتدريب، في بعض التدريبات بتتعمل. زائد كمان هقول لحضرتك حاجه، في ناس كتير جدا لما تيجي تتكلم معانا تقول ايه، انا عارف ان انا بزعل الناس، انا عارف ان انا بغلط، انا عارف ان انا كده. اقول له انت عارف بس مش مدرك. في فرق بين المعرفه والادراك. المعرفه انك انت عارف وخلاص، انما مدرك انك انت ادركت تماما ان الحاجه دي هيكون سببها كده. زي بالظبط لما نيجي نتكلم عن الناس اللي بتدخن، مثلا كسبيل المثال، تعالي اسالي واحد يقول لك انا لسه بطل تدخين، وعارف ان التدخين مضر، وعارف 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 الكلام ده كله، بس ما ببطلش لانه لسه ما ادركش، ما دخلش في ادراكه جوه ان التدخين دوت مضر بيه. اول ما يدرك هيتغير. فالشخص الانفعالي لازم يدرك ان انفعاله بيخسره حاجات كتير جدا، وان انفعاله ممكن يرجعه 100 خطوه ورا، وان غيره عشان اتعلم واتدرب وادرك فتقدم عنه حاجات كتير او خطوات كتير جدا. جميل. لو حبينا يعني نضع مقاييس يعني من خلال شخصيات عامة نتحدث فيها عن كاريزمة هذه الشخصيات ومدى شيوع هذه النماذج الكاريزمية ونجاحها، لأن مش كل الكاريزمات بتنجح. تمام. ومش كل الشخصيات بتطغى بكاريزمتها على الآخرين. هل لنا أن يعني في فرصة لينا نتكلم يعني أولا، يعني مثلا خلينا لو ضربنا مثال مثلا بالأرض الواقع، مثلا بسيادة الفريق مثلا السيسي كمثلا، يعني هو شخص كاريزما. تعال نشوف نطبق كل اللي فات. هو أولا بيسمع، ولما بيتكلم عارف بيتكلم ازاي. وشه هادي وبشوش، طلته قدر ان هو يقنع ويؤثر في الاخرين بكلامه باقل كلام. خلاص اصلك انت لما بتقدري تقنعي وتاثري، خلاص انت كده خليتي كل اللي قدامك يقتنعوا بالايثار، زي ما قلنا. خلاص بقوا ماشيين بالايثار. شخصيه زي الزعيم الراحل السادات كان بيؤثر بافعاله، قدر ان هو بافعاله وتفكيره يخلي الناس ما تنساهوش، فبدا يبقى شخصيه كاريزميه. نفس الشيء جمال عبد الناصر، راحل جمال عبد الناصر قدر برضه بتصرفاته وافعاله وطريقته. ممكن يكون طريقته حماسيه غير، يعني مثلا خلينا نقول ايه، طب لو عملنا مقارنه مثلا الفريق عبد الفتاح السيسي مثلا صوته هادي واسلوبه هادي، جمال عبد الناصر كان ايه، حماسي. ما هو لازم ممكن تاثري كده وممكن تاثري بهذا الشكل. فدي شخصيات كتيره جدا. من ضمن الشخصيات اول ما جينا اتكلمنا هتلر قدر ان هو ايه، يأثر على الناس بأفعاله الجنونية، وقدر ان هو يسيب آثار جنونية. الدكتور الراحل إبراهيم الفقي قدر يأثر في آلافات مؤلفة من البشر بشخصيته البشوشة وضحكته وطلته وسرعته في الكلام وأدائه، كانت الناس بتتأثر بيه. فدي نماذج موجودة في الحياة يعني. لو قلنا السيدات مثلا، ليدي ديانا قدرت تأثر بشخصيتها وقدرت تأثر بوجودها في المجتمعات. عندنا مثلا شخصيات كتير يعني عندنا. أنا لاحظت في معظم الشخصيات اللي حضرتك ذكرتيها دكتور عبير إن معظمها حتى ومن ضمنهم هتلر ارتبط بشخصياتهم صدق النية ووضوحها في الوصول للهدف. يعني كان في نوع من المصداقية والشفافية ما بين هذه الشخصية ومن حولها. احنا بنتكلم
احيانا والثقافه الامريكيه بنسمع فيها عن صناعه النجم وصناعه الرئيس وصناعه الكاريزما. تمام. ده وارد، ووارد نجاحه ومدى قابليته على الاستمرار اذا انعدم الصدق والشفافيه في طبيعه هذه الشخصيه. طيب احنا اتفقنا ان اي حاجه فيها جزء موهبه مم. والباقي تدريب. نعم. لو حطينا يساوي هتبقى تدريب، يبقى صناعه. مم. طبيعي انا باجي في اسس واطر معينه مم. محطوطه اتحطت مم. علشان تبقى كده لازم تعمل 1 2 3 4 5 6. مم. فبيبداوا يطبقوا الحاجات ديت على الشخص اللي هم عايزينه ويدربوه ويخلوه جاهز ان هو يواجه. فطالما هو جاهز ان هو يواجه خلاص هو يصلح ان هو يبقى كده. المصداقيه والشفافيه بتعلم برضه. ما المصداقيه والشفافيه برضه بتعلم، انك انت تبقى شخص صادق وعندك المصداقيه والشفافيه دي برضه بالتعليم والتدريب. اي حاجه في الدنيا بالتعليم وبالتدريب. زي كنت بتكلم من كام يوم في التدريب اللي يعني الكاريزما ما فيهاش خداع، صناعة بتكتشف. صناعة النجم أو صناعة الشخصية القيادية أو صناعة الرئيس بوجه عام في أي مكان في الدولة، فن ولا علم؟ في علم أو فن، ولكن يعني هل يمكن أن هي مش حقنة، أنا مش هحقنه بالصدق ومش هشحنه بالشفافية. يعني في حاجات كده بتستشف. ما هي ما بتطولش بقى. ما ده هم حتى استمراريتها. لا بالظبط. استمراريته كمان على التدريب ايضا. يعني بالظبط. هو بس مش طلع مره ولا مرتين خلاص، لا استمراريه. بيتدرب وبيحسن وبيعدل ويبدا يشوف. يعني عايزه اقول لحضرتك حاجه، الواحد بيبقى حزين جدا من وجود مستشارين حوالين شخصيه كبيره او شخصيه وليكن الرئيس مثلا. لازم يكون المستشارين دول فيهم صفات معينه، لازم يعلموه يوجهوه. اللي بيوقع اي حد الناس اللي اللي حواليه لازم كانوا يفهموه ويقولوا له بالظبط. هي قصه كده يعني. نعم. لم يتبقى لنا الا القليل من الوقت، وبحكم ان حضرتك يعني خبيره في هذا المجال، الى ماذا توجهي شبابنا وجميع افراد شعبنا الجميل اللي طبيعته، على فكرة البني آدم المصري بطبيعته هو شخصية كاريزمية، والدليل على كده السياح، السائح العادي اللي بيجي ويقعد على أرض مصر لفترة قصيرة جدا، أول ما بيتذكر الشخصية المصرية قبل الأهرامات وقبل الزيارات لأي أماكن سياحية. فتقولي إيه لشعبنا الجميل وتقولي ايه لقادتنا القادمين؟ ان شاء الله. بالنسبه للشعب انا اتمنى ان هم يبداوا شويه يشغلوا ده. يعني بلاش نخلي حد هو اللي يقودنا. كلنا عندنا مخ، كلنا عندنا بنعرف نفكر، بس نشغله كويس. ونبدا ان احنا نخلي دايما عينينا على العمل. لان لما هنقعد ده قال وده قال وده عمل وده سوى وتعالوا ننزل نروح نعمل مظاهرات، تعالوا ننزل، لا ركزوا بان الفتره اللي جايه محتاجه ايدينا كلنا ومحتاجه شغلنا كله. وعايزه اقول للقاده اللي جايين الله يكون في عونكم، لان الناس ما بتصبرش. وعايزه اقول للناس برضو اصبروا شويه، لان ما فيش حاجه بتحصل ما بين يوم وليله. كل حاجه محتاجه، زي ما احنا قعدنا فتره طويله في مشاكل وعندنا مشاكل تراكمت، علشان نشيل المشاكل ديت لازم برضو ناخد نفس الوقت، او ناخد على الاقل جزء من هذا الوقت عشان يتم بيه تنفيذ الكلام ده كله. خليني اقول لك يا دكتور عبير انك تبقى في مقدمات لاي شخص يتولى قياده هي اللي بتجعل الاخرين يصبروا ويتحسبوا ام لا. احنا قبل كده الناس صبرت و100 يوم وزياده، محدش طلب مده ومحدش طلب مهله. اللي بيبدا بالكذب واللي بيبدأ بعدم المصداقية وعدم الشفافية، وأنا ما زلت يعني اسمحي لي مصرة على إنها غير مدربة، مش تدريب ومش صناعة. الصدق والشفافية طبيعة وخلق، إذا توفر بيستشف وبيبان على طول بدون تدريب وبدون صناعة. حسب ما هو طلع ازاي اساسا. نعم. البيئة اللي هو نشأ فيها واللي فشعبنا المصري صبور جدا، ولكن إذا أعطيت له المقدمات الصحيحة
هتطلع والمبادرات نتائج صحيحة. الصحيحة، وتأهل الشخص الذي يقود هذا الشعب لإدارة إمكانيات هذا الشعب، لأن الشعب ده عنده كتير قوي. بس القائد بقى هيقدر يتولى هذه القيادة ويتمكن منها أم لا، هو ده اللي بيقيمه الشعب. يدي بس فرص للشباب. احنا عندنا على بالظبط. فكرة شباب كتير جدا عندهم امكانيات عالية جدا، أكيد. ويقدر ياخد منهم ويبقوا مستشارين حواليه ويحاول بقدر الامكان يدخل السن اللي هو الصغير اللي عنده تكنولوجيا وعنده الشباب. كفاءة عالية. يعني ده اللي هيفرق، لان هو لو ما عملش كده اللي جاي لو ما عملش كده هنتحط في نفس النفق المظلم الموضوع اللي يا تاني. رب نخرج منه ان شاء بإذن الله. الله ان شاء الله. استاذه دكتوره، اسفل المقاطعه. لا ولا يهمك. استاذه دكتوره عبير حمدي، استاذ القانون الجنائي، مش باين عليكي خالص. وخبيره التنميه البشريه. الحقيقه سعدنا بوجود حضرتك معانا في الحلقه دي، ورجاء خاص ان يبقى لنا حلقه تانية شاء الله. نتحدث فيها عن موضوعات بتهم شعبنا المصري وشبابنا المصري ان شاء الله. ان شاء أشكرك. الله. انا اسعد. ميرسي جدا لحضرتك. مشاهدينا